قاع المغطى التابعه للمجمع الرياضي الامير بن عبد الله بمدينه الرباط. واللقاء النصف النهائي، اللقاء الهام. الخصوصيه ديال هذا اللقاء انه مؤهل لكاس العالم. المنتصر نتمنوا يكون مغربي في واحده من المباريات المهمه ضمن هذه الكاس الافريقيه المنظمه في بلادنا وبالضبط بمدينه الرباط. هنا كنشوفوا الطاقم التحكيمي وايضا الدخول الرسمي للمنتخبين معا الى الدور النصف النهائي. يسعدني ان يكون معي محللا لاحداث هذا اللقاء سي هشام مؤنس، مدرب ديال المنتخب الوطني المغربي اقل من 21 سنه، اللي غادي يتبع معنا الخبا الليبي. اذا ينطلق اللقاء بالقمصان المعتاد. هذا هو اللي كيعطيه، واللجنه اللي كتختار اللاعبين فكتعطيه دائما. شفنا المنتخب الليبي كيف ما كان متوقع فهو رجع للخلف، رجع للمنطقه ديالو ولا مكان. وهذا الشيء المقابله تحت شبابيك يعمل لعيبه تحت شبابيك العمليه الهجوميه الماضيه. اللاعب بلال بقالي تمريره والحارس كيدخل في المقابله. كره عند بقالي محاوله فرصه هدف وكيضيع الهدف الاول. اختتمت بالقائم الايمن اول محاوله كان بالامكان، لكن مع مرور الوقت نشوفوا التدوير ديال اللاعبين ديالنا. الهدف الاول المنتخب الوطني المغربي. انطلقنا وكنسجلوا الهدف الاول. مسرار يسعدنا، المسرار بسعاده كيعلن على افتتاح التسجيل في المباراه ديال اليوم. ودائما السؤال ماشي واش غادي ننتصروا ولكن شحال غادي ننتصروا ان شاء الله. فهدف كان جميل، فكان تم الارتكاز على اللاعب سفيان بوريط، وكانت ثنائيه جميله اللي حضر بها سفيان مسرار اللي نهى الهجمه خلف الدار ديالو. بالتالي نقدروا نشوفوا اهداف اخرى. ومحاوله جميله ديال المنتخب الوطني. مسرار معروف تصويبات صويبه قويه فوق المرمى بسنتيمتر، هو معروف عليه التصويبات هذه. فمسرار معروف في رقعه الملعب. ريتما نتاكدوا من هذه المحطه ديال التصويبه، كره مباشره الى خارج اوت المنافسه ديال كاس افريقيا. محاوله صويبه بالتسديد، وكذلك امثال فهو سبق ليه وسجل امام الحارس. كتمر فرصه عند الشعراوي الحارس ما كاينش فرصه. هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي. جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء. البدايه جيده ورائعه هشام مونيس. هدف رائع باستكاك الكره. فالمنتخب الليبي كان عنده مشكل في الخروج من الضغط، فهو التجا للحارس باش الحارس الطائر باش يقوم بزياده عدديه، لكن الحارس في الجهه اللي هو ضعيف بها بالرجل اليمنى فهو شاور كاميرا عمليه هجمه مرتده. محاوله داخل منطقه الجزاء. فرصه لاحظ معايا المجهود ديالو فردي، هو لعبها راسو مشى بها حتى الاخر. حاول علاش فضل يسدد هو في الزاويه المغلقه. صويبه قويه ديال الشعراوي فوق خروج من الضغط، الاعتماد على الحارس، لكن الان كيلتجا للتمرير الشال اليسرى. عمليه ديال المراوغه ديالو ممتازه. يوسف جواد كيما فرصه اللي عندهم الا خرجوا لعبوا كره كما قلنا فغيلقى صعوبه كبيره كما كنشوفوا في التدوير ديال جميع اللاعبين. وهذه النقطه صويبه ممتازه. نعم، فالمنتخب المغربي فهو كيحافظ على الفلسفه ديالو، طريقه اللعب، حراسه دفاعيه فرديه صويبه. من اروع ما يكون صويبه صاروخيه موه الجميع ووضع الكره في الشباك معلنا عن هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي. هذا هو اللاعب اللي يعني كيخلينا في واحد النسق ديال الكره ضربه بشكل هادئ، ولكن قذيفه صاروخيه من الصعب ايقافها. ولكن اسمح لي هشام جماليتها نشوفوها. لاحظوا الحارس كان كيبحث فقط باش يشوف المسار ديال الكره تلقاها في الشباك. فبلال فهذا هو الهدف الثاني. شفنا في المقابله السابقه امام المنتخب الناميبي، فهو كل مدرب خدا وكيبحث على اقل ضرر في هذه المقابله. نعم، كره لصالح المنتخب الوطني المغربي. عمليه المرور ضائعه تعود لتكون عند انس عيان ديال المرور مع اسماعيل. صويبه لا هذه هشام هذه تدرس هذه تدرس لانه جماليه ديال الهدف، وكذلك التمريرات اللي قاموا بها المنتخب المغربي على شكل مثلث. كذلك شفنا التمريره ديال يوسف جواد كيفاش بحث على ثنائيه مع امزال. خلينا نستمتعوا بهذه الاعاده. شوف معايا الطريقه ديال التمرير. يوسف جواد لعبها نتمنى ما تكونش فيه اصابه مؤثره. كانت حركه شويه يعني صعيبه للاعب يوسف جواد، نتمنى ما تكونش مؤثره.
لاعب مهم جدا ودينامو في المنتخب الوطني المغربي. هشام، هذا اللاعب هذا باش نعطيو حقه يعني قام بجهود كبير، وحنا ما حتى الاعاده يعني ولي كان عنده راي اخر في الشوط الثاني، فهو اللي جميله تفضل يعطي كل المعطيات. هدف جميل للمنتخب الوطني المغربي، والمصرار على طريقه البقالي يسجل المصرار، لكن الهدف انا كنحسبه لسفيان بوريط، فهو اللي صنع الهدف بواحد الطريقه بدون كره. غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي وغادي يدير واحد البلوك او التغطيه الشامله ديال التصويب ملعوبه بهذه الطريقه من جانب عبد الكريم نبيه، مشاركه في كاس العالم. لذلك هذا مشروع كبير ومهم. ماشي السؤال ماشي هو واش غادي ننتصروا، ولكن السؤال على هدف او هدفين باش يرجع في النتيجه. وكذلك المنتخب المغربي الطريقه هدف محاولة جيدة جدا. تعليق ديالك على هذه المحاولة؟ فمحاولة رائعة، فشفنا سفيان المصرار كيفاش تربط كيسجل 10 ديال الاهداف، راه ما مخليش. ممتازة على الكرة ديالو، اختار الرجال اليمنى الشعراوي انس عيان، تمريرة محاولة ديال المرور امام بين علو الكعب ديالو، المهارة ديالو الحارسين الحراس. ممتازة هذه عملية هجومية ديال الشعراوي، تجربة كبيرة عبد الكريم. مازال اسماعيل الشعراوي عمليه هجوميه، محاوله الشعراوي كيصوب كان بامكانه انه يوضع في المرمى اللاعب ديال الشعراوي كجات. هذه عمليه هجوميه، محاوله ادريسي صويبه قوي، مثلثات قصيره، وكنشوفوا المنتخب الليبي فهو جميله فرصه ديال المنتخب الوطني المغربي. بوريط كان البادره، ونتمنوا نشوفوا اهداف اخرى. محاوله جميله بلال البقالي الوفي لعادته، بلال البقالي النجم المغربي الذي يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف السادس للمنتخب الوطني المغربي. يعني بهذه الصورة بهذا الشكل كنشوفوا الكرة اللي كتجي من جانب المنتخب الوطني المغربي اللي